وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون آكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فراح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالقتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطب شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمن اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة على ما سلف الصالحون وعلمنا وحبيبنا علي الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على
محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وصدا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد ومن بحبل النبي توثى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا صلى الله عليه. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل يا عليه. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم
وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك والأتقياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك والأصفياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك من رب السماء. السلام
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانها الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة الله عليه تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه والحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم سروره قد توالى بحبيب عمن لنا من والا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه بالحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجلال صلى الله عليه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة
والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده صلى الله عليه. وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله صلى الله عليه. والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر. صلى الله وما عليه. أوسعها من نعمة انتشر سترها في البحر والبر. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها صلى الله على هذا عليه. العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله وبرز عليه. فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلى الله وينبسط في عليه. قلبه نور سر تعلقه به وحبه. صلى الله ويهتم بها عليه. بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه. صلى الله عليه. وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم سنيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد فلما تلقت إرادة الله بالعلم القديم صلى الله بظهور عليه. أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم. صلى الله عليه. نبتت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة وانطلق الفيضة التشوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحزن التام والزين. صلى الله عليه. تنقل ذلك الجمال الميمون بالأسلاب الكريمة والبطول فما من سلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة. صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموت استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بمن قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص. صلى الله عليه. فكان مستقره
بالأصلاب الفاخرة صلى والأرحام الله الشريفة عليه. الطاهرة حتى برز في عدم الشهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه. ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف صلى الله بأن يركب في عليه. هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لن تنفي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف صلى الله تشويقا عليه. للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولها بالهدى إلى أن تدري لما بده من شرشرب المخلوقين وما أكرم الله به في مولدي من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايات بالقول منشورة على من الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سمع أوصافها العظيم ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلني بشفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعطيتنا يا ربي أنواع النعم وحسنا بالآقاء أولى السنم لكن بحرص الدنيا وطول الأوهام أعرضت عن الأمور وعن المستلزم أعطيتنا يا ربي أنواع النعم وحسنا بالعطاء أولى السلام لكن لحرص الدنيا وطول الأوهام أردت عن الأمور وعن المستلزم وإن اكتفينا بالجسم الجسيم لكانت الدنيا لنا كالنعيم وإن اكتفينا
بحرص الدنيا وطول الأوهام عرضت عن الأمور وعن المستلزمين اصطحبنا بقلب سليم لو
وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركت في الأنامل صلى الله مما عليه استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه والشمائل التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله ليتشرف عليه بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه بحدائق الأسماع والأبصار. صلى الله. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله هو النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال صلى الله عليه قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. صلى الله ولما عليه كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اخلصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. صلى الله عليه واستودعت هذا النور المبين الصلاب وبطون ما شرفته من العالمين. صلى الله عليه هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبي الكريم صلى الله عليه عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها. صلى الله عليه وبمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها. صلى الله عليه رعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا. صلى الله عليه ولا عللا صلى الله عليه بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضاد فضله وتنتشر في آثار مجد الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة صلى الله عليه والقول
والكون كله يصبي ويمسي في سرور سرور وابتهاج صلى الله عليه إشراق هذا السراج والعيون تشوفة إلى بروزه وتشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه لقريش نطقت بفصيح العبارة صلى الله عليه بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه السماوات متضمحة بذر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه وجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قمر سيدنا النبي وجميل سيدنا النبي الله
ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون ينار بنور طه
بتبشير للعالمين تعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر القدرة كشف الكناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزور نورا فاق كل نور صلى الله عليه على من أتم الله عليه النعمة صلى الله عليه ينظر عند وجهه أمة تأنيسا لجناب المسعود صلى الله عليه لها في هذا السماء الممدود صلى الله عليه بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا صلى الله عليه من قسم الله له من الشرف بالكسمة الوافية صلى الله عليه الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه فانفرق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود منئنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد. Hadiraki Rasulullah. Jaga kerja berkhusyuk bermantap. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاقربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجماله يا رسول
صل وسلم وبارك عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء موميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه. ومولد ولادة وقبر من الحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختولا مكحولا مقطوع السر صلى الله عليه. تولى ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة
ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب صلى الله ما يدل عليه على أنه أشرف المخلوقين صلى الله وأفضل عليه الحبائب صلى وقد الله ورد عن عبد الرحمن بن عليه عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى قال الله عليه له ما بين المشرق والمغرب صلى حتى الله عليه نظرت إلى بعض كسور الروم صلى قال الله ثم عليه ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني صلى الله وسمعت قائلا عليه يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب صلى الله واصرف ذلك عني عليه ثم عاودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري صلى الله عليه يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله قال فلم يزد عليه الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما صلى الله عليه وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات صلى الله وباهر عليه الآيات البينات بما يقضي بعظم شرف عند مولاه صلى الله وأن عين عليه عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار يعني من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibir. Tidak akan masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya terdapat sebiji dzarrah min kibir daripada kesombongan. Wala yadkhulun nar, dan tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, barang siapa yang di dalam hatinya mithqalu dzarrah, seberat biji dzarrah min iman, daripada iman. Hadits ini menunjukkan tentang bahaya kesombongan dan tentang keagungan daripada keimanan. Satu hati tidak akan ada dua isi. Hati yang beriman tidak akan sombong. Hati yang sombong tentunya iman tidak akan masuk ke dalam hati yang di dalam hati tadi itu terdapat kesombongan. Terkadang kita lalai, terkadang kita menganggap enteng. Yang penting ada iman, sekalipun di dalam hati seberat dzarrah bilis podek dzarrah neka. Sepenting beda iman, swarga insyaallah. Apakah iman kulubik sampai neka bedah sedarroh ni kira-kira?
beda tak iman kulit sama sederroh nih kira-kira khusus dengan akhir umur. Sekecil dzarrah sokor ki ibadah iman tak bakal masuk neraka. Tapi saya rasa ajamin ku leben panjenengan ning akhir umur ki ibadah iman sekalipun sederroh. Bukti akibat lah. Setan dalam keadaan yang sangat gawat dan darurat, setan akan berusaha bagaimana manusia lepas imannya. Sehingga godaan setan, gangguan setan melancarkan daripada serangan-serangan yang tidak pernah dilancarkan kecuali indal istihdar, kecuali manusia dalam keadaan istihdar sekarat. Luar biasa setan terus ganggu iman orang nih cek sampai mati ngebi Islam iman. Lah cek ring abe dalam keadaan sehat be kalah bi setan. Setan ganggu biasa. Setan mengganggu kita bukan dengan kekuatan penuh. Setan menggoda kita, mengganggu kita bukan dengan setan yang kelas berat. Setan kelas cek-cek kalah, Pak. Apa ya mungkin ketika sekarat setan sesangat dahsyat ganggu kulit sampean aman. Coba bayang akibat lah. Berapa kali kulit sampean menang bi setan kira-kira? Dari 1000 mungkin ning 10 mon. Dari 100 mungkin situ. Dari 100 mungkin situ sampean menang bi setan nih. Oleh karena itu terus bagaimana kita berusaha memupuk daripada iman. Cek sampai kula panjenengan iman tadi taruhan hanya sekedar akan cah bi orang tak nyaman ke orang atau bergabung bi orang-orang jelas merugikan daripada iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang penzina tidak akan berzina ketika dia melakukan perzinaan kalau dia mempunyai iman. Wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Mereka pencuri tidak akan mencuri ketika mencuri kalau ada iman. Iman neka fungsinya luar biasa. Semakin kuat maka iman ini semakin menjaga diri daripada gangguan setan. Bener ilmu bener iman keng iman ini bisa kuat kelaban ilmu. Al imanu yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman atamba kelaban taat dan bisa korang kelaban maksiat. Kedua, setan akan berusaha melancarkan serangan kepada umat Islam yang beriman ketika inda iradati taubah, ketika ada seseorang ingin bertaubat halang-halangin terus jangan sampai dia taubat, terus dalam keadaan maksiat, terus dalam keadaan mengkarat. Sekali taubatnya terima elang tuh sana kecubaan ganti kebagusan dari Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat daripada dosa sama halnya tidak mempunyai dosa sama sekali. Setan berusaha jangan sampai sekali-kali bertobat. Nikah mun bedare ngatobat ini, mangkan majelis nikah niatin tobat sampean. Jak niatin karo hadir majelis sholawat, majelis zikir, niat tobat. Niat abadi di kejalan saya ridhain tini Gusti Allah. Ketiga, indal khalwah. Ketika beda orang laki bini apolong sebenarnya mahramah, maka setan terus berusaha jak sampai dia lepas, terus ganggu sampai benar-benar dua sejoli melakukan perzinaan. Hadal iman, iman mungkin beda iman sekalipun mithqalu dzarrah selamat insyaallah. Tapi kulit sampean ada seajamin sampai akhir hayat ki berde seberan bilis poda cek ring sahabia sarila kalah bi setan. Apa boleh mun dalam keberadaan sekarat, apa boleh dalam keberadaan atau beteh, apa boleh dalam keberadaan duan bireng bini cek ring sahabia sari kalah bi setan lah.
benih 10 kosong, 1 juta kosong mungkin satu sejuta tak imbang, benih 1-1, benih 2-1 mungkin 1000 situng menengah. Insyaallah majelis sing nikah bakal nambah kekuatan iman insyaallah ya. Maka insyaallah syukur kulit sampean terus berusaha nambahin ilmu, nambahin kekuatan iman dengan menghadiri majelis-majelisil khair, maka iman kelak bakal atambah kelaban iman orang sesae insyaallah iman saya kulit sampean secara kacer nikah. Insyaallah tambahin sampurna tining Allah Subhanahu wa taala, matur muka paring iman saya kuat, al iman al kamilah at-tammah ad-daimah, iman saya kuat, iman saya langgeng terus husnul khatimah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما ندم الفكر من درار الأوصاف المحمدية أكوندا وتوجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب أعمالي في الأعمال مقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرا وعلى باب عزته تحت الرحال فتحشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأفخار في كل موضع من مواطن القرب ومدهر راسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم وتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباع من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظهره وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات
وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مأنا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في سير الفاتحة.